السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا بيبدأ عند جبل ميرابي، بركان خامد من سنين. كان في واحد وزوجته الحامل رايحين هناك يتفرجوا على الجبل زي ما ناس كتيرة بتعمل. الغريب إن نهاية كانت بتحلم بجبل ميرابي بقالها سنين، كانت طول الوقت حاسة إن الجبل بيناديها. دلوقتي أخيرا بعد ما جت عند الجبل وشافته على الطبيعة بقت حاسة بالسعادة والارتياح. بعد ما جوزها فرزان بيطلب من واحد من السياح ان ياخد لهم صورة هما الاتنين سوا قدام الجبل، بيسألها قررت تسمي طفلهم ايه. فجأة نايا بتحس بألم شديد في بطنها. مرة واحدة حواليهم الأرض بتهتز والبركان الخامد من مئات السنين بيصحى وبيخرج منه دخان كثيف وكان هيصور خلاص. ساعتها الكل بيهربوا بحياتهم قبل ما الدخان البركاني يخنقهم أو الحمم البركانية تقتلهم. نايا كانت بتحاول على قد ما تقدر إنها تجري برغم تعبها والألم اللي حاسة بيه، لغاية ما بيركبوا عربيتهم بسرعة. الدخان البركاني بينتشر في لحظة زي الانفجار الشديد وبيحصلهم، وبتتفاجئ نايا ان الدخان من وراها بقى عبارة عن وحش ناري مخيف بيبلع كل الناس اللي كانوا في سكته. نايا بتشوف كده وبتنهار من الرعب وبتصرخ في فرزان عشان يسوق اسرع من كده. وبعد ما بيبعدوا شوية وبيدخلوا الغابة نايا بتتفاجئ انها بتولد. الغريب انها اصلا في الشهر الخامس، يعني استحالة يكون ده طبيعي، لان الدخان البركاني غطى على كل حاجة. رؤيا بتنعدم. فرزان ما بقاش شايف الطريق ولا اي حاجة بره العربية، فجأة بيعمل حادثة وبيموت. هي بتفوق بعدها بشوية وكانت هتموت من ألم الولادة المفاجئ ومش عارفة تعمل ايه. ساعتها بتتفاجئ بواحدة عجوزة وبتفتح باب العربية. الست العجوزة لما بتلاقيها بتولد بتساعدها لغاية ما طفلها بيجي بسلام، بس انها بتموت بعدها. بعد 5 سنين بتشوف ألانا الطفلة المعجزة واللي حاليا عايشة في دار أيتام. بتصحى في ليلة من نومها مفزوعة وكان في عاصفة بره، كل اللي في العنبر نايمين ومحدش حاسس بحاجة إلا هي. ألانا بتخاف أكتر لما بتسمع صوت قوي لواحدة بتقول لها إن قوتها هي النار وعلمها هو النار. أنا ما كانتش فاهمة ده حقيقة ولا كابوس، خصوصا ان المكان حواليها كان منور كأن في نار ولعة. تاني يوم كان تانجو زميلها في الملجأ وصديقها الصدوق وبيتعرض للتنمر من مجموعة من الأطفال الأكبر منه، كانوا واخدين منه كتاب وبيضايقوه وبيضربوه. ساعتها ألانا لما بتشوفهم بتدافع عنه وبتقول لهم يرجعوا له الكتاب، بس كلهم بيستهونوا بيها، بيسيبوها وبيمشوا على اعتبار ان البنت الصغيرة دي مش هتعرف تعمل لهم حاجة. بس ألانا بتطاردهم لغاية ما بيدخلوا الغابة. ساعتها كانت ساريتا واحدة غنية جاية الملجأ علشان تتبنى طفلها. لما بتشوف ألانا بتطارد العيال دول بتروح وراها علشان تشوف ايه اللي هيحصل. اصل لفت نظرها ان ألانا كانت قوطة صغيرة وحجمها الى حد ما قليل بالمقارنة باللي كانت بتعمله بتطاردهم، بس برغم كده كانت سريعة. وبعد شوية من الجري اتكعبلت ووقعت، وافتكروا انها رجعت تاني الملجأ تشتكي للمديرة وتعيط لها. فجأة بيلاقوها وراهم وكان عندها اصرار وعزيمة غريبة جدا وبتزعلهم علشان يرجعوا الكتاب. ولما بيتريقوا عليها ألانا غضبها بيزيد، بحركة سريعة برجلها بترفع غصن شجرة وتمسكه بإيدها وتحداهم. كل ده وساريتا كانت بتتفرج عليها من بعيد. بيرجعوا الكتاب برضه وتضربهم بغصن الشجر لما تكسرهم في بعض، وكانت الضربة الواحدة منها بتطار الولد يجي 5 متر بعيد. ساعتها كانت المديرة بتاعتها وصلت هي وتانجو بتبعد عن زمايلها، بس ألانا بتحذرهم من انهم يتعرضوا لتانجو تاني. فلما بيرجعوا الملجأ المديرة بتعتذر لساريتا علشان الموقف ده، بتقول لها لو كانت غيرت رأيها بخصوص تبنيها لألانا وهيكونوا متفاهمين ولا لأ. ساعتها تانجو بيجي ويقول لها انها كانت بتدافع عنه، انما هي مش بتأذي حد كده وخلاص. ساريتا بقى رغبتها في تبني ألانا زادت بعد ما شافت عزيمتها وقوة شخصيتها وتأكدت ان مكانها مش هنا وانها في المستقبل هتكون حاجة كبيرة. تمشي ألانا مع ساريتا وبعد ما بتسلم على تانجو توعدها انه هيجي وراها جاكرتا ومصيرهم يتقابلوا من جديد. وتمر السنين وبتكبر ألانا وبقت بطلة ملاكمة قوية جدا، محدش بيقدر يتغلب عليها لا بنات ولا رجالة. حتى في ماتشاتها المختلطة ألانا بتقدر تتغلب على بطل الملاكمة واللي يعتبر الأقوى في الرياضة. كانت ساريتا هي المدربة بتاعتها. نعرف ان عندها صالة رياضية للملاكمة وبتدرب أبطال كتيرة، بس كان أهمهم ألانا كانت لحد النهاردة لسه بتحلم الحلم الغريب والصوت اللي بيناديها والنار. الليلة بتصحى على الحلم ده، والمرة دي بتشوف نار مولعة بره الشباك بتاعها. ولما بتروح تبص بتلاقي النار اتحولت لواحدة من نار بتقرب منها ببطء وهي بتنادي عليها، ومرة واحدة كانت هتبلعها. ساعتها ألانا بتصحى من النوم مفزوعة وهي بتصرخ، وساريتا بتيجي تجري تطمن عليها وتهديها. تاني يوم ساريتا بتدرب ألانا في الصالة وهي مغمية عينيها علشان تسيطر على غضبها وتعتمد على حواسها. بس ساعتها ألانا بتحس إن عينها عبارة عن جمر من النار، وبتشوف البنت النارية اللي كانت في حلمها وبتقول لها تحرر غضبها. فجأة بتشيل العصابة من على عينيها وبتهجم على ساريتا وتضربها، بس ساريتا بترميها على الأرض وبتقول لها تتحكم في نفسها وساعتها تتغلب على كوابيسها. بتقول لها إنها لازم توقف القتال الفترة دي لأن كده خطر كبير قوي على أي حد هيتقاتل معاها. بالليل كانت ألانا في النادي وبتاخد بالها إن في حد بيراقبها ومركز معاها، بس هي مش بتهتم وبتركز في الخبر اللي كان على التلفزيون عن ماتيو أدينجارا، ابن رجل الأعمال اللي أخذ براءة بعد ما كان متهم في قضية ضرب واعتداء ضد صديقة له
الكل كان متفاجئ من ان البنت اللي كانت متهماه نزلت فجأة عن القضية وتراجعت عن التهمة اللي كانت بتتهموا بيها، والصحفيين كانوا مستنيين خروجه. واحد منهم بيقولوا ان ده بسبب تهديده لابو البنت. ساعتها ماتيو بيهجم عليه وكان هيضربه لولا ان واحد من الشرطة بيبعدوا عنه. بعدها رجالة ادنجارا بيخطفوا الصحفي ده وبيعذبوه وبيقتلوه بسبب المقالة اللي نشرها ضد ادنجارا وابنه انهم فاسدين وبيتحكموا في الشرطه وبيطلعوا من اي مشكله بسهوله. فلما بنتاكد من انه بيملك الشرطه لما بنشوف المحققه بتطلب من الضابط جاتميكو انه يتعامل مع جثه الصحفي ويقفل القضيه على انها كانت سطو مسلح ومكان من جاتميكو لانه ينفذ اوامر مديرته. ولما بيرجع بيته كان منهار وهو بيتفرج على الاخبار بالليل بيسمع صوت غراب، فبيخرج يتاكد وساعتها بيشوف غراب شكله غريب وعينيه متوهجه باللون الاحمر. ده ما كانش غراب طبيعي ابدا في الوقت اللي كان ماتيو في حلبة الملاكمه وبينزل ضرب في منافسه لغايه ما بيغلبه وهو اللي بيفوز. بس بعد الماتش بنعرف انه مساعد ادنجارا هو اللي متفق مع الملاكم ده انه يتغلب ويسيب ماتيو هو اللي يفوز. يعني الماتش كله تمثيل، وبره في النادي كان جاتميكو موجود، ولما ماتيو بيشوفه بيروح يتخانق معاه وبيتريق عليه وبيقول له ان المكان ده مش للفقراء. وجاتميكو بيقول له انه هنا علشان بيحقق في قضيه مخدرات والنادي ده هو بؤره لتجاره المخدرات، وان لو والد ماتيو عرف باللي ابنه بيعمله هيزعل وهيعاقبه. بعد شويه بنت من اصحاب ماتيو بتوريه فيديو لالانا وهي بتتقاتل. ساعتها ماتيو بيعجبه قوه الانا وكان عاوز ينافسها. تاني يوم المساعد بتاعه بيروح الصالة الرياضية وبيقابل ساريتا وبيطلب منها ان الانا تيجي تقاتل ماتيو 3 جولات وتتهزم في الجولة الثالثة وتسيبه يفوز. بس ساريتا بترفض وبتقول له يمشي من ناديها. جاكاو ردا على مقابلة ساريتا برفضها بيضرب نار وهو خارج وكان هيقتل كام واحد من الملاكمين. والانا بتاخد الكارت بتاعه من شنطة ساريتا. تاني يوم قرر انها تكلمه هي علشان توفر عليها المشاكل اللي هيعملها جاكاو. بالليل بتروح تنافس ماتيو، كان الاتفاق طبعا انها مش هتكمل الجولة الثالثة وهتسيب ماتيو هو اللي يفوز. بس الانا بتواجهه بعنف وبتنزل فيه ضرب وكانت اقوى منه. وقتها الجوله الاولى بتعدي والتانيه من غير ما الانا تخسر ولا تستسلم. ساريتا كانت وصلت النادي وبتتصدم ان الانا غمرت وجت تواجه ماتيو. ساعتها كانت الجوله الثالثه وماتيو بينزل ضرب في الانا لغايه ما بتقع على الارض، وكان فاكر ان هو اللي فاز خلاص. وكل لما بيشوفوا الانا وقعت بيقولوا ان دي نهايتها. بس في اللحظه دي الانا عينيها بتتوهج بالنار وبتشوف جنيه النار اللي كانت بتظهر لها وبتسمع صوتها وهي بتنادي عليها وبتقول لها تحرر غضبها. ساعتها الانا بتستسلم لندائها وبتقف على رجليها مره واحده وبتهجم على ماتيو وبتضربه لكمه واحده تطيره في اخر الحلبه. كله بيقفوا مصدومين ساعتها. وبعد الماتش ده الانا كانت لوحدها لما بيجي لها تليفون وبتجري على نادي الملاكمه بتاع ساريتا وبتلاقيها مضروبه ودخلت في غيبوبه. تاني يوم بتروح لماتيو النادي بتاعه تضرب كل الحراس اللي كانوا موجودين وبيمنعوها من انها توصل لماتيو. هي كانت عارفه ان هو ورا اللي حصل لساريتا. وبتدخل تقابله وبيوقفها جاكاو وبيقول لها انها لازم تتراجع علشان خاطر ساريتا. فعلا الانا بتمشي وبتروح لساريتا المستشفى تقعد معاها. في الوقت اللي كان ادنجارا عرف ان ابنه ماتيو اتقتل، وبيعرف من صديقة ماتيو ان الانا هي اللي هجمت النادي وقتلت الحراس، وانها لما فاقت لقيت ماتيو مقتول. كانت الشرطيه اللي بتتستر على جرائم ادنجارا موجوده وبدات التحقيق، بس مش بتلاقي في الكاميرات اي حاجه وان القاتل عطل نظام المراقبه عن قصد. ساعتها ادنجار بيقول لها تبعد هي وهو يتولى الموضوع ده لغايه ما ينتهي من قتل ابنه. بعدها كانت الانا رايحه المستشفى لساريتا، ولما بتيجي داخله اوضتها بتتفاجئ ان انفجر قنبله في الاوضه بتدمر المستشفى كلها، وهي نفسها بتطير في اخر الممر من شده الانفجار. وده كان انتقام ادنجارا. وقبل ما الانا تخرج من المستشفى كان رجاله ادنجارا ظهروا وبيخطفوها وبيضربوا زميلها اللي كان بيحاول يحميها. فجاه الانا بترمي الاثنين اللي كانوا مأيدينها بقوه، بترميهم بعيد وبتهجم على الباقيين تضربهم بعمود حديد. ولما بيحاولوا يقبضوا عليها تاني بتصرخ بعلو صوتها وبتتحكم فيهم وبتخليهم يطفوا في الهواء ويقعوا مره واحده فاقدين الوعي. بعدها زميلها بياخدها على بيت في الغابه، وهناك بتتفاجئ الانا ان ساريتا موجوده هناك اصلا، انهم كانوا خرجوها في السر. الانا لما بتسال ايه المكان ده بترد عليها ايانج والدة كالا، بتقول لها ان ده بيتها. ايانج بتقرب منها وبتلمس وشها علشان تتعرف عليها بما انها عمياء. ايانج بتحكي لها الحكايه من الاول وبتقول لها من بدء الزمن كان في كائنات قويه وناس اسطوريين بيمتلكوا قوه خارقه، كانوا مقسومين جماعتين، جماعه بتعمل الخير وتحافظ على سلام العالم والكائنات، والجماعه دي كانت بقياده اسيا. الجماعه التانية كانوا بيخدموا الشر وبيحركوا من الكراهيه والحقد والغضب، ودول كانت بتقودهم جنيه النار اللي بتظهر لالانا طول الوقت بتنادي عليها علشان تنضم ليها. في الوقت اللي قامت الحرب بين اسيا وجنيه النار، اسيا بتقدر تتغلب عليها وبتحبسها ببركان النار، وده البركان اللي شفناه بيثور في اول مشهد وتسبب في قتل اهل الانا. المهم ان جنيه النار دي مش هترجع تاني للحياه وتحكم العالم الا لما قادتها الخمسه يرجعوا للحياه. اولهم كان محارب كبير اتشهر بسحره وشعوذته الشريره، تاني نص بشري ونص شيطان معروف عنه تعطشه للدم، التالت الطفل الشيطاني، الرابعه كانت الشيطانه اللي بتحكم المحيط. اخرهم بقى واختارهم كان روح شريره بتملك جسم انسان وبيكون صعب التعرف عليه وكشفه، تحب الدمار والتعذيب ومعروف عنها انها روح الشيطان من شده شرها. ولو حصلوا القاده دول صحيوا بالتبعيه جنيه النار هي كمان هيكون فيها دمار العالم كله. طب ايه علاقه ده بقى الانا؟ كانت مستغربه يانج بتحكي لها كل ده ليه.
ساعتها كالا بيقول لها إن آسيا اعتادت على نقل قوتها من وقت للتاني لواحدة من البشر العاديين علشان تستخدمها في الخير وتكون حماية الناس من قادة الخمسة وتمنع ظهورهم. وبيوري لها صور لوريثة آسيا سنة 1954 كان اسمها ناني، وشخصية وطنية جدا اتعرفت واتشهرت باسم سيري آسيا. وقتها كانت البلد محتلة وعاوزين يطردوا الاحتلال الهولندي، ولما تم تجميع عدد كبير من الشعب علشان يبقوا عبيد وعمالة رخيصة في البلاد التانية، سيري آسيا أنقذتهم كلهم. أيانج وكالا وساريتا يبقوا من جماعة بقى اسمها جاجا بومي، مهمتهم انهم يتعقبوا ويحموا أحفاد وورثة آسيا لغاية ما بيوصلوا لألانا، يعرفوا بموت أبوها وأمها عند البركان وولادة ألانا زي ما شفناها في البداية. ولو منعرفوش إن في لحظة ولادة ألانا ظهرت جنية النار وكانت عاوزة تقتلها علشان كانت عارفة إنها تكون وريثة آسيا، عشان جنية النار تضمن إن ألانا ما تكونش هي آسيا وتتقاتل معاها بعدين وتحبسها من جديد. بتدخل عقلها وبتحاول تسيطر عليها وهي طفلة، وبعدها بياخدوها على مكان سري تحت البيت كان فيه البدلة أو الزي اللي جهزوه ليها علشان تكون سري آسيا الجديدة، وأساور قوية وسحرية بتديها القوة. بعدها علشان يصحوا جواها قوة آسيا ويخلوها تظهر بشكل كامل، بيعملوا طقوس مع باقي الجماعة وبيستدعوا روح آسيا ويخلوها تصحي قوتها في جسم ألانا. في اللحظة دي ألانا بتشوف روح آسيا في هيئتها الخارقة، وكانت عملاقة وبتنقل ليها قوتها وتقول لها إن قوتها هي الخير والحكمة، وعلمها مسالم وحبها لما بيشع بيقضي على طبيعة الغضب. فجأة ألانا جسمها بيشع نور. تاني يوم كان في حريق حصل في واحد من الأحياء الفقيرة والعشوائيات وناس كتيرة جدا ماتت. كان الشرطي جاتميكو موجود في الموقع. واحد من الصحفيين بيسأله بغضب هو كضابط شرطة بيحمي مين، الفقراء ولا الأغنياء أصحاب النفوذ؟ ساعتها جاتميكو بيشوف اسمه وبيمشي من غير ما يكلمه. أنج كانت شافت الخبر على التلفزيون وبيظهر عليها القلق، إنها بتعرف إن الحادثة دي بفعل فاعل، وإن الشخص اللي وراها هو اللي سيطرت عليه روح الشيطان، وإن القتل والموت والحوادث دي كلها تضحيات علشان يصحي باقي قادة جنية النار الخمسة، وإن ده طقس التضحية ب1000 روح. قال بقى بيوري ألانا صورة لقلادة معروف عنها إنها فيها قوة سحرية شريرة وكبيرة جدا وإنها مع أدينجارا، والحل إنهم علشان يتغلبوا عليه ويقتلوه لازم ياخدوا منه القلادة الأول. في الوقت اللي كان أدينجارا فعلا بيعمل طقوس بيستخدم فيها القلادة اللي بيقول عليها، وبيتجمع مع عدد كبير من شركائه الأغنياء، اتفق معهم على إنهم يقضوا على أكبر عدد من الفقراء. بنتفاجئ هنا إن أكتر واحد بيشجع أدينجارا هو جاني زلهام، أكبر عدو لجندالا. ألانا بتلبس البدلة الخارقة وبتروح على مخزن أدينجارا وبتهجم عليهم، ولما بيضربوا عليها نار مفيش ولا رصاصة بتصيبها، وبتقتل 2 من الحراس وبتضرب جاكاو وتهرب. ولما أدينجارا بيعرف باللي حصل بيكلف جاتميكو إنه يدور عليها ويوصلها بأي طريقة، في مقابل إنه يغير حياته ومش هيفضل الشرطي الفقير طول عمره. جيزيل بقى صديقة ماتيو كانت ماشية في الشارع بالليل وشكلها مستنية حد، فبيظهر لها واحد من أصدقاء ماتيو بيسألها هي ليه من البداية عرضت فيديو قتال ألانا على ماتيو، لأن الفيديو ده كان الشرارة اللي بدأت كل ده وانتهى بموت ماتيو نفسه، زي ما يكون كان حد مخطط لكده. فجأة بيظهر حد جيزيل بترعب لما بتشوفه. ألانا بتعرف بالمساكن المستهدفة، ساعتها بتروح على هناك علشان تحقق بنفسها، وبالصدفة بتشوف عدد كبير من رجالة أدينجارا وكانوا هيهاجموها لولا إن شاب من السكان بيفتح الباب وبيقول لها إنها صديقته وبيدخلها قبل ما تتورط في مشكلة. ساعتها بتكتشف ألانا إن الشاب ده هو نفسه صديق طفولتها تانجو. بعدها كان جاكاو عرف بموت جيزيل والشاب اللي كان بيتكلم معاها آخر مرة، ومحدش كان عارف مين اللي قتلهم، بس كان في حاجة مريبة. وجاتميكو بياخد أمر بإنه يتولى أمر تانجو اللي كان بيجمع الناس في المجمع السكني اللي هو فيه وبيحرضهم على إنهم يثوروا على الحكومة ويطالبوا بحقوقهم. ليلتها ألانا تستغل فرصة إن أدينجارا في مكتبه وبتروح تهاجمه وبتقتل كل رجالته من غير ما حد فيهم يعرف يضربها حتى. ولما بتدخل المكتب علشان تواجهه أخيرا وتقتله مش بتلاقيه في الأول، ومرة واحدة بتلاقيه ظهر وراها ومعاه رشاش وبيضرب عليها نار، بس ألانا بتخطفه في الوقت ده وبتقتله وبتاخد منه السلسلة السحرية. في الوقت ده كانت مساكن كيمبا اللي فيها تانجو تعرضت للهجوم وكل الناس اللي كانوا فيها في خطر، وألانا بتروح على هناك بسرعة علشان تنقذ الناس، وبالشال السحري بتاعها بتقتل 3 من الأشرار اللي كانوا هيقتلوا تانجو وعيلته. والشرطة بتوصل بعدها وبيجمعوا الناس وبينقلوهم لمعسكر موت على ما يوفروا لهم سكن مناسب. وعلى ما ألانا بترجع البيت وتتأكد من السلسلة مع يانج، هنا بيربطوا الأحداث ببعضها وبيعرفوا إن المعسكر اللي انتقل فيه السكان هو المكان اللي هتتم فيه طقوس التضحية ب1000 روح. ولما بيدوروا في كتاب قديم على أي معلومة توصلهم للمكان ده، كالا بيعرف إنه مصنع مأجور كل عماله تعرضوا للمس الشيطاني وتم التحكم فيهم من قوى شريرة. بسرعة بينتقلوا للمصنع قبل ما الطقوس تتم والناس تموت. في الوقت الحالي كان واحد من شركاء أدينجارا بنعرف إن هو اللي بيمتلك السلسلة السحرية وإن هو اللي بيحاول يتمم الطقوس علشان يصحي جنية النار. ألانا كانت وصلت المصنع هي وكالا وتانجو، بيدوروا في كل مكان على الناس بس ما كانوش لاقيين لهم أثر. في الوقت ده الروح الشريرة بتظهر لألانا وبتتحكم في عدد كبير من الحراس وبتخليهم يهاجموها ويتقاتلوا معاها، بس هي بتتغلب عليهم. كارلا وتانجو كانوا قتلوا كل الحراس اللي تعرضوا لهم ووصلوا للمكان اللي فيه الناس محبوسين. أما ألانا لما بتطارد الروح الشيطانية بتتفاجئ إن جاتميكو الشرطي
ساعتها بتفتكر الغراب الغريب اللي كان ظهر له من فترة، كان ده الروح الشيطانية اللي لبسته. المهم إني بتقاتل معاها وكان قوي جدا وبينتقل بسهولة وبسرعة زي الدخان من مكان لمكان، وكان لابس السلسلة السحرية الأصلية اللي بتديله القوة دي كلها. ولما بيحاول إنه يهرب من ألانا بعد ما بيشوف قوتها الكبيرة، ألانا بتتحكم في قواها وبتقيده بالشال السحري اللي معاها، بس مش بتعرف تسيطر عليه وبيهرب منها تاني. وكاتميجو كان بيبعد عن المكان لأن وقتها كان كالا وتانفو ليه الناس بس مش بيعرفوا يحرروهم، وكمان بيشوفوا قنبلة هناك اللي لسه دقايق وتنفجر وتقتل الكل في ثواني. ألانا كانت نازلة ضرب في كاتميجو لغاية ما بيتحرر منها، وكان الضرب كله ده ما أثرش فيه. فجأة بتظهر لها جنية النار علشان تحرر غضبها، بس ألانا مش بتسمع لوسوستها، بتنقي ذهنها وبتضاعف قوتها وبتبقى 3 في وقت واحد. 2 بيقاتلوا جات ميكو وبيحاولوا يتغلبوا عليه، والتالتة اللي هي ألانا الأصلية بتنتقل بسرعة رهيبة للسجن اللي فيه الناس وبتاخد القنبلة وبتطير بيها في السماء وبترميها بكل قوتها لغاية ما بتنفجر بعيد عن الناس، بس هي اللي بتتصاب وبتقع على الأرض من الارتفاع ده. وكاتميجو أو روحه الشيطانية خطته بتفشل، بيغضب على الآخر لغاية ما بيتفجر وبيبقى غربان كتيرة ملهاش حدود وبيختفي، ومع انها وقعت من ارتفاع عالي لانها كانت بخير وكل الناس بتشكرها انها انقذت حياتهم. وتاني يوم كانت ساريتا فاقت وقالت الحقيقه لالانا. بعدها يانج بتقول لالانا ان في واحد قوي زيها اسمه جوندالا هيحتاج مساعدتها، وانه طول الوقت هيكون متصل بيها بقوه اسيا اللي هما الاتنين بيتشاركوها، لان جوندالا كان واحد من الاسطوريين اللي بيدافعوا عن الخير مع اسيا. بعدها بنشوف جوندالا على الطريق كان بيطارد واحد من العصابات وبيحاول يخليه يوقف العربيه، بس المجرم بيضربه بالنار. ساعتها بتظهر الانا وهي لابسه البدله القديمه للوريثه اللي كانت قبلها، وبضربه واحده من الشال بتاعها بتقسم العربيه نصين وتختفي. في اخر مشهد بنشوف جوندالا وهو بيتعرض لهجوم مع مجموعه من السواقين لانه رفض يدفع الرسوم زيهم، وهو اصلا كان رايح علشان يقضي عليهم علشان الفساد اللي بينشروه. فلما واحد منهم بيضربه بسيف على ظهره، جوندالا مش بتأثر والقميص بس هو اللي بيتقطع، فبيضرب الراجل لكمه واحده بالطياره ولا 100 متر في الهواء. عارفين بقى مين جوندالا ده؟ لو عايزين تعرفوه تابعونا في الحلقه اللي جايه. لحد هنا تنتهي حلقتنا النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.